قاسم الشيخ دخوله لجوه بيدي نوع من الاستحواذ والسيطره لحل اللعيب اللي معاه الكوره. تاني على طول علي 1 على 2 1 على 2 عدى علي بسهوله، خطر جدا خطر جدا وهدف اول. خطر جدا وهدف اول، والكوره ادت الفرصه لمدافعي النادي العربي لتصحيح الاوضاع، ولكن لم يحدث. نعم، عباس العصفور يسجل هدف اول لنادي الرفاع البحريني. الفضل لعلي مدن، الفضل لعلي العكر الباك اليمين اللي زاد وبجرأة كبيرة جدا جدا اقتحم منطقة الجزاء، لعب بالعرض على مرتين. ينجح العصفور في احراز اول اهداف اللقاء في الدقيقة 43 لفريق الرفاع. دقيقة 43 سنة 99 في ابطال الخليج، الرفاع كان فاز على العربي 5-0. سنة 94 ومهارته كويسة. تاني على طول تعود استلام بحركة بتغيير. اوه خطر جدا خطر جدا، خلي بالك الولد سريع الولد سريع الولد سريع الولد سريع. هدف تاني لنادي الرفاع، هدف تاني لنادي الرفاع. لسه بقول لكم الولد سريع، واضافة للفرقة بمهارته، مش طويل قوي لكن قصير ورتمه عالي جدا جدا جدا. محمد الحلاق اللاعب الدولي السوري 25 سنة، لاعب العهد هناك في لبنان، لاعب المنامة مش غريب ابدا، ولاعب الوحدة السوري يتقدم بالهدف الثاني لصالح نادي الرفاع. يبقى تبديل مؤثر للمدرب السوري هيثم جطال، نزل لعيب سريع منطلق بيسجل. واثنين